السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنشاهد قصة اللاعب الإيطالي ديل روسي، البطل الذي دمرته زوجته. ترى ما هي قصته؟ من إعداد وتقديم الأمين جيرارفاوي. ولكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب دعما منكم لنا لتقديم محتوى أفضل. كان لاعبا هادئا وخجولا ليقع في حب إعلامية تدعى تمارا، وليقرر الزواج منها رغم رفض أبيه لها بسبب سوء سمعة والدها. تراجع أداؤه في الملعب بسبب كثرة الشائعات والمشاكل حولها هي ووالدها، لكنه كان يدافع عنها دائما أمام وسائل الإعلام. ولما توفي والدها وقف معها في محنتها وتخلف عن معسكر النادي، وسبب له ذلك خلافات مع مدربه. بعدها بسنتين فاجأته بأن رفعت دعوة طلاق عليه، وكانت حجتها في ذلك الوقت أنها تريد البقاء وحيدة لتصفي ذهنها ولأنها تعيش فترة حرجة. بعد شهرين فقط من الطلاق ارتبطت مع الملاكم الإيطالي ماسيمو مانفريدو، وتبين أنها كانت على علاقة غرامية به قبل طلاقها. تعرض لمضايقات وسخرية بسبب خيانة زوجته له، وخرج في إحدى المباريات باكيا من الملعب بسبب هذا الموضوع بعدما استفزته جماهير النادي المنافس. أكثر ما أثر في نفسه أن زوجته السابقة أبعدت ابنته غايا عنه، ولذلك وشم رسومات التيليتابيز في ذراعه، وهو الفيلم الكرتوني الذي كان المفضل لدى ابنته، ليتحول بعد ذلك من لاعب هادئ وخجول إلى لاعب عصبي جدا في الملعب، واستعاد مستواه وأصبح رمزا للجرينتا والروح القتالية. وصار هناك ارتباط مقدس بينه وبين ناديه روما، حيث أدرك أن روما هي الوحيدة التي تستحق الوفاء، وكان يضع في شارة القيادة التي يرتديها عبارة مكتوبة تقول: أنت عروسي الوحيدة، أنت حبي الوحيد، ويقصد بذلك ناديه روما. عندما لم تجدد إدارة روما عقده بسبب كبر سنه، قرر الاعتزال ورفض كل العروض الأوروبية التي وصلته حتى لا يجعله ذلك يلعب ضد روما يوما ما. حين سمع نادي بوكا جونيور بقصته قرروا التعاقد معه وقبل عرضهم لأنهم يلعبون في أمريكا الجنوبية. الرجال كلهم خائنون، مقولة كتبتها عجوز شمطاء وصدقتها مراهقة حمقاء. أخبروهم عن دانييل ديل روسي، فخر الوفاء في زمن طغت عليه المادة والخيانة. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، على أمل أن نلقاكم في فيديو جديد. إلى اللقاء.